أحبائي، نتعرف إلى يسوع المسيح، هذا الكاهن العظيم. هو قائدنا، نسير وراءه. هو المكلل بالمجد والكرامة، ونحن نريد أن نتكلل معه، لكنه يفهمنا أن إكليلنا لن يكون من ذهب، بل يكون من الشوك، لأنه سار أمامنا وحمل صليبه، ويطلب منا أن نسير وراءه مثل سمعان القيريني ونحمل صليبنا. إذا أردنا مجده نمر في هوانه، إذا أردنا قيامته نمر في موته. مثل هذا القائد وحده يستحق أن نسير وراءه. القواد على الأرض يذهبون إلى الموت، وحده يذهب إلى الحياة. وما قيل عن الملائكة يبقى على مستوى المخلوقات، أما يسوع فهو الذي خلق السماوات والأرض، خلق العالم المنظور والعالم اللامنظور. به خلق الإنسان وبه خلق الملائكة. لهذا أعطي الاسم الذي هو أعظم الأسماء. نعم، قائدنا اسمه أعظم من الأسماء. هذا هو موضوع حديثنا اليوم. ونقرأ الرسالة إلى العبرانيين الفصل الثاني. فإذا كان الله أخضع له كل شيء، فلا يكون ترك شيئا غير خاضع له. ولكننا لا نرى الآن أن كل شيء أخضع له، ولكن ذلك الذي جعله الله حينا دون الملائكة، أعني يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة، لأنه احتمل ألم الموت، وكان عليه أن يذوق الموت بنعمة الله لخير كل إنسان. وحده يسوع المسيح يستحق أن يعطى الاسم، اسم الملك، اسم الكاهن. نعم، اسم الملك، اسم الكاهن. ولكن هذا الكاهن هو فوق الملائكة، هذا الملك هو فوق الرئاسات والسلاطين. من أجل هذا قال النص: فإذا كان الله أخضع له كل شيء. نعم، كل مخلوق. البشر خاضعون لله، لابن الله. الخليقة خاضعة كلها له. مرت في الخطيئة فرفعها إلى النعمة. هي تئن وتنتظر تجلي أبناء الله. من يرفعها إلى مستوى أبناء الله؟ وحده يسوع المسيح. ويشدد النص: كل شيء، كل، يعني لا شيء خارج الخضوع ليسوع المسيح. أخضع له كل شيء، فلا يكون ترك شيئا غير خاضع له. لا يمكن لإنسان أن يقول أنا لا أخضع لله. ما حياتي هي في يد الله، تصرفاتي في يد الله. ماذا يستطيع النهر أن يفعل إذا انقطع عن النبع؟ ماذا تستطيع الساقية أن تفعل إذا انقطعت عن النبع؟ النبع هو الله. حياتنا من حياة الله، فكرنا من فكر الله،
إرادتنا من إرادة الله. من يستطيع، من يجرؤ على القول أنا لست خاضعا لله؟ في الكتاب المقدس نرى مرات عديدة هؤلاء الملوك، نبوخذ نصر الملك البابلي الذي دمر أورشليم، قورش الذي غلب البابليين وأعاد المسبيين إلى ديارهم. ماذا دعاهم الكتاب المقدس؟ أداة في يد الله، منشار في يد النجار، منجل في يد الحائط، منجل في يد الحاصد، فأس في يد ذلك الذي يقطع الخشب. نعم، الإنسان كبيرا كان أو صغيرا هو خاضع لله شاء أم أبى، وكل ما يستطيع أن يفعله هو أن يجعل إرادته خارج إرادة الله، وهنا تكون الخطيئة. الخطيئة الأولى في المعنى اللاهوتي، أراد الإنسان أن يصير مثل الله، حسب نفسه كذلك، ولكن كم كان تعيسا. أراد أن يكون أكثر ذكاء من الله، فصار عريانا من كل ذكاء. ترك صوت الله وسمع صوت الشر المتجسد في الحية، موضع الشر. فماذا كان له؟ هل استطاع أن يتخلص من حضور الله؟ كلا، الله كان حاضرا في حياته. أين أنت يا آدم؟ أين تختبئ يا آدم؟ هل يمكن أن تهرب من نظر الله؟ إرادتك خارجة عن إرادة الله، ولكن حياتك هي في يد الله. وكذلك نقول بالنسبة إلى قايين، اعتبر أنه في البرية وأن الله لا يراه هناك. مسكين الإنسان الذي يريد أن يهرب من الله. هكذا قيل في الكتاب عن قايين، أراد أن يهرب من الله، أن يهرب من نظر الله. وقال المزمور 139: كيف أهرب من وجهك؟ في السماء أنت هناك، على الأرض أنت هناك، تحت الأرض أنت هناك. ولكن في عقلنا الصغير نعتبر أن الله يراقب كل تحركاتنا، مثل سيد قاس ينتظر أن يعاقبنا، أن يعطينا المرض، أن يقتل أولادنا، أن يحطم حياتنا. مساكين، الشر الذي فينا نجعله في الله. كلا، نظرة الله هي نظرة الأم والأب. الأم تنظر إلى ابنها، إلى أين مضى، هل هناك من خطر، تنظر إليه بعينيها، بقلبها، بكل حواسها. هذه هي نظرة الله، هذه هي نظرة الآب السماوي. نعم، كل شيء خاضع لله، وهنيئا لنا إن عرفنا أن نخضع إرادتنا لإرادة الله، يعني أن نقبل أن نمشي معه، أن نجعل يدنا بيده، فهو رفيق دربنا، كما كان على طريق عماوس مع هذين التلميذين. نعم، هنيئا لنا إن قبلنا أن يمسك الرب بيدنا ويمشي معنا. هذا لا يعني أنه قتل حريتنا، هذا لا يعني أنه سيطر على إرادتنا، كلا، بل أراد أن يكون لنا النور
الذي يوجه خطانا. ولكن عقل الإنسان الصغير يعتبر أن حريته ماتت لأن الرب أمسك بيده، بل هي صارت حية، صارت عيشة. نعم، لأن الرب وحده يحافظ على حريتنا، ولو أراد أن يقتل الحرية فينا، أن يقتل الإرادة فينا، لمنعنا من الخطيئة، لضربنا ضربة قبل أن نقع في الخطيئة ونتمرد عليه. الرب وحده يحافظ على حريتنا ولا يريدنا إلا أحرار. أما الخطيئة فهي التي تجعلنا عبيدا لها. من يفعل الخطيئة يصبح عبدا للخطيئة، والبشر يريدون أن يخضعون لهم، أن يستعبدونا. الله وحده يحررنا. ذاك هو شخص إبراهيم. دعه الرب: اترك أرضك وعشيرتك. ترك كل شيء ومشى، يده بيد الرب. قال الكتاب وقال البشر: إلى أين يمضي هذا الرجل؟ هو في مدينة كلها حضارة، فكيف يترك كل هذا الغنى ويمضي؟ وقال الكتاب: لم يكن يعرف إلى أين هو ذاهب. نعم، في نظر البشر، لا في نظر المؤمن. المؤمن لا يهمه إلى أين يمضي. المؤمن يهمه أن يده في يد الله. قبل إبراهيم أن يخضع لله، أن يضع يده بيد الله. وهكذا حقيقة صار رجل الإيمان. إبراهيم هو المثال لنا. هو خضع لله وصار مع الله. وما نقوله عن البشر نقوله عن الملائكة. الكتاب لا يقول لنا شيئا عن أصل الملائكة، ولكننا نكتشف أنهم في خدمة الله. وإذا جعل للملائكة أجنحة فالجناح يرتبط بالطائر. فإذا قلنا للملاك جناحان يعني هو يطيع بسرعة، يخضع بسرعة لله، ينفذ أوامره بسرعة، ولا يجادل ولا يناقش. هذه الفكرة مهمة جدا. ولكن ذاك الذي جعله الله حينا دون الملائكة، أعني يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة لأنه احتمل ألم الموت. نعم، الملاك هو فوق الأرض إذا شئنا. الملاك لا يصيبه ما يصيب البشر من ضعف، من تعلق بالمادة وبأمور عديدة. هذا هو المفهوم الذي يعرف به. لهذا اعتبر فوق الإنسان. ولكن الكتاب واضح، الملاك هو في خدمة الإنسان. هذا ما نعرفه مثلا من خبر طوبية. أراد الوالد طوبيت أن يرسل ابنه، فمن يكون خادم هذا الابن؟ من يرافق هذا الابن؟ الملاك رفائيل، كما يقول الخبر التقوي، الذي هو عمليا عزريا، يعني عون الله، مساعدة الله. نعم،
الكاهن. الملاك هو في خدمة الإنسان. جاء إلى زكريا يبشره، جاء إلى مريم يبشرها. وقيل في سفر دانيال أن الملاك يشرف من السماء على كل مملكة من الممالك. الملاك في اللغة هو المرسل، الله يرسله، ويرسله في مهمة تختص بالبشر. ومع ذلك بعضهم جعل الملائكة فوق يسوع المسيح. ولماذا جعلوه فوقهم؟ لأنهم اعتبروا أن الملاك لا يتألم، أن الملاك لا يموت، أن الملاك لا ينام. لهذا يدعى في اللغة السريانية عيرو، يعني اليقظ، يعني الذي لا ينام أبدا. هي مفاهيم جميلة، ولكنها لا تستند إلى نصوص الكتاب المقدس. وفي أي حال الملاك كذلك، يسوع لما أخذ جسدا لم يعد كذلك. عرف التعب. نحن نعرف كيف جلس عند بئر يعقوب وكلم السامرية. تعب من السير في الطريق، احتاج إلى الماء ليشرب. وفي المفهوم المعروف الملاك لا يتعب، الملاك لا يعطش، الملاك لا يأكل، كما قال الرب يسوع في السماء لا يزوجون ولا يتزوجون، بل يكونون مثل الملائكة في السماء. وملكوت الله، قال الرسول، ليس أكلا ولا شربا، بل هو بر وسلام في الروح القدس. إذن بما أن يسوع احتاج إلى الطعام، احتاج إلى اللباس، احتمل الألم، مات، إذن هو أقل من الملائكة. ولكن يقول النص: ذاك الذي جعله الله حينا دون الملائكة، يعني في وقت قليل، في وقت قصير، لا على المدى الطويل. يسوع هو أدنى من الملائكة. ونتخيل إلى أي حد تنازل يسوع المسيح. احتمل ألم الموت، نعم، احتمل ألم الموت، قبل كل هذا التنازل، وهو لا شيء بالنسبة للملائكة. فالرسول يقول لنا: ذاك الذي هو صورة الله، في رسالة إلى فيليبي، ذاك الذي هو صورة الله أخذ صورة العبد وصار طائعا حتى الموت، والموت على الصليب. لم يكن فقط على مستوى الملائكة، لم يكن فقط أقل من الملائكة، بل صار أقل إنسان بين الناس، صار عبدا طائعا حتى الموت، والموت على الصليب، مع أنه مكلل بالمجد والكرامة. ولماذا قبل هذا الانحدار، هذا التنازل، هذا التلاشي؟ لماذا قبل أن يذوق الموت لخير كل إنسان؟ نعم، لخيرنا، كما نقول في النؤمن: من أجلنا،
ومن أجل خلاصنا تألم ومات وقبر. نعم، وهذا ما لا يحدث للملائكة. هم لا يتألمون، لا يموتون، لا يقبرون. وفي أي حال سنجد الملاك عند القبر يوم القيامة. نعم، ويخبرنا القديس لوقا كيف أن ملاكا أتى إلى يسوع وهو يتألم وهو يعرق دما في بستان الزيتون. أتاه ملاك يشجعه. نتخيل ابن الله تشجعه خليقته. نعم، قبل هذا التنازل من أجلنا نحن البشر. تذوق الموت بنعمة الله لخيرنا جميعا. هو طلب ما لنا، طلب لنا كل خير. هكذا نفهم أن المسيح صار أقل من الملائكة، وصار في وقت محدد. صار في وقت محدد، وكان عليه، ونفهم كلمة عليه كأنه مجبر، كان واجبا عليه أن يذوق الموت. ذاك هو مخطط الله. نعم، حين كان في بستان الزيتون قال: يا أبتاه، إن كان مستطاع أن لا أشرب هذه الكأس، ولكن لا إرادتي بل إرادتك. هو مخطط الله منذ البدء. فابن الله تجسد قبل كل الخليقة، فكان بكر الخليقة، أول الخليقة، به تمت الخليقة. هذا على المستوى اللاهوتي لا شك، لا على المستوى التاريخي. على المستوى التاريخي تجسد يسوع تقريبا منذ 2000 سنة على زمن هيرودس، على زمن أغسطس قيصر. ولكن لاهوتيا تجسد الابن قبل كل خليقة، لأنه لو تجسد بسبب الخطيئة لكانت الخطيئة أثرت على قرار الله. كلا، مشروع الله هو منذ البداية وقبل الخليقة. مشروع الله قديم جدا. وإذا قيل إن الأرض والسماء منذ 10 مليارات سنة أو 20 مليار، فتجسد الابن سابق لكل هذا على المستوى اللاهوتي، لا على المستوى التاريخي. عليه قال: لكي تعلموا أني أحب الله نمضي إلى الموت. هذا ما قال للتلاميذ، هذا ما قال للرسل قبل أن يمضي إلى الآلام. لكي تعلموا أني أحب الله. هو مشروع قديم جدا دخل فيه يسوع وقال: أنا لا أعمل مشيئتي بل مشيئة الآب الذي أرسلني. ولما قال له تلاميذه بأن يأكل، أجاب: طعامي أن أعمل مشيئة الآب. نعم، مشيئة الآب بالنسبة إليه أهم من الطعام، أهم من الشراب، أهم من كل شيء. ونحن نعرف في عمر 12 سنة كيف قال لأمه وأبيه:
يجب أن أكون لما هو للآب. نعم، عليه أن يذوق الموت. يسوع جعل عليه هذا الواجب إكراما لنا، محبة لنا، من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا. وبعد ذلك من يجسر أن يقول إن الملائكة أعظم من يسوع المسيح؟ ماذا يستطيع الملاك أن يفعل تجاه الابن؟ لا شيء، لا شيء. فالملاك مرسل، شأنه شأن كل خليقة. كما يمكن أن يرسل كاهن إلى منطقة من المناطق ليحمل الإنجيل، كذلك يرسل الملاك. فمن هو أهم، المرسل أم ذاك الذي يرسله؟ لا شك الابن هو الذي يرسل الملائكة، هو الذي يرسل البشر، ولكنه قبل في وقت من الأوقات أن يرسل. قال لنا: كما أرسلني الآب كذلك أنا أرسلكم. أرسلني الآب، نعم، ولأنه قبل هذا الإرسال نال الاسم الذي يفوق كل الأسماء. اسمه ابن الله، اسمه الله. هو إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق. أمين. أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. قناة نور من المشرق أو The Light from the East هي قناة روحية تبشيرية تعليمية تكرز ب4 لغات: الإنجليزية، العربية، الآشورية والآرامية القديمة، من تعاليم الكتاب المقدس ومن تعاليم آباء كنيسة المشرق وجميع آباء القديسين في جميع الكنائس الرسولية المقدسة، لمجد اسم الرب. الرب يبارككم. صلوا من أجلنا. آمين.